شهدت أثمان الدجاج قفزة ملحوظة في عز فصل الصيف، وارتفعت أثمانها في الأسواق الوطنية لتزيد من تذمر المواطنين مع الارتفاع الذي طال كذلك أثمان العديد من المنتوجات الغذائية. أسعار الدجاج قفزت عاليا خلال هذا الأسبوع، ولا تزال تشهد ارتفاعات متواصلة، حيث تراوحت ما بين 25 و 30 درهم للكيلو في العديد من جهات المملكة، وهو الأمر الذي خلف استياء لدى شريحة واسعة من المواطنين. وفسر مهنيون لجريدة عبر كوم هذا الارتفاع بكثرة الطلب على الدواجن في فصل الصيف، الذي يعرف تقاطر أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وإحياء العديد من المناسبات والتي تعتمد على الدجاج في الولائم والأعرس بشكل كبير. كما أكد بعض المهنيون بأن ارتفاع أثمان الأعلاف الموجهة للدواجن هو الآخر زاد من غلاء أسعار اللحوم البيضاء بشكل كبير، وكذا نفوق الدواجن بسبب موجة الحر الزائدة، وهو الأمر الذي يؤثر في تكلفه الإنتاج وبالتالي على الأسعار بشكل عام. ويقبل المغاربة بشكل كبير على اللحوم البيضاء أمام الغلاء الذي يطال اللحوم الحمراء، ليصطدم المواطنين في فصل الصيف بارتفاع مهول في ثمانها التي صارت في غير المتناول أمام تدني القدرة الشرائية لدى العديد من الأسر. غلاء أسعار الدجاج خلف استنكارا واسع في الفضاء الرقمي من الرواد الذين طالبوا بمقاطعة الدواجن حتى تنخفض إلى مستواها العادي، معتبرين سلاح المقاطعة الحل الأمثل أمام تلاعب المهنيين في الإثمان والاستغلال البشع لهمل لرفع من الأسعار في كلا لمناسبه.